دكتور عصام، لحظة من فضلك، لوحدك. صباح الخير. صباح الخير. واحنا مش متفقين يا دكتور ان احنا موجودين هنا بصفة غير رسمية؟ ما هو ده اللي حاصل. طب لو ده اللي حاصل، دول هنا بيعملوا ايه؟ ما حضرتك عشان ابقى مفيد لازم يبقى معايا طبيب ميداني وفني. يعني هو الطب الشرعي ما نجابش غير الاتنين دول؟ للاسف. طب ما هو طالما للاسف جايبه معاك ليه يا دكتور؟ للاسف كل الاطباء مشغولين دلوقتي في قضايا تانية. طب انا متفاهم ان على الاقل دكتور حمدي متخرج من كلية الطب، اللي معاه ده بيعمل ايه في حياتي؟ لا ما يغركش حد، ده خبره، ده هايل. تعالوا. صباح الخير. صباح الخير. طيب دلوقتي احنا قدام قضية مهمة، قضية ما ينفعش يحصل فيها زي اللي حصل في قضية الفانيلا ولا قضية الأمل ولا قضيه الكاوتش. على بشكلك الصبح. اشمعنى قضية الكاوتش عرب؟ كلمة. بس فعلا القضية دي حصل فيها حاجة غريبة قوي. 3 مجهولين بلغوا العصابة في آخر لحظة فغيروا مكانهم وما لحقناش نقبض عليهم. بس اللي أنا سمعته بقى إن في واحد فيهم كان علقة موت. بواني بقى وأقلام هم قلمين بس. وشلاليت شلوط واحد في منطقه حساسه جدا. ورصية. أنت عارف التفاصيل دي منين يا دكتور؟ ما هو ما فيش حاجه بتستخبى يا فندم. وبعدين حضرتك كده احنا بنضيع وقت، ممكن نتكلم في القضيه. طب هي قضية ومش قضية، وقبل ما حد يسأل، قضية عشان حصل جريمة، مش قضية عشان المجني عليه لسه ما بلغش السلطات لغاية دلوقتي. امال احنا هنا بنحقق في ايه؟ المجني عليه دبلوماسي من الهند، ويهمه قوي ان الموضوع ده يفضل سر ومحدش يعرفه خالص. اكيد اختصر فتاة على قد حالها ما كانتش فاهمة. انا قلت ان انا مش عايز اشوف الشخص ده في اي مسرح جريمة. ولا انا والله يا فندم عايز اشوفه، بس يعني ما بعرفش اشتغل من غيره. طب يا جماعة ما دام انا تقيل على قلبكم قوي كده ما امشي. محدش يمسك فيا يقول لي لا بهزر عربي لا امشي، اتصرف انت، اتفضل عارف. سلام. طب هو موضوع الهند ده سر قوي ولا انا ممكن اتكلم عادي؟ انت شايف هو بيعمل ايه؟ يا فندم ده لو مش الشارع كله هيعرف، ممكن يبقى موجود على مسؤوليتي. معلش يا عربي تعالى، ما تفتحش بقك. اتفضل. استنى سيبوني اتعامل. سلام بيصل. احنا في سوي مشكلة هنا. احنا 4 نفر 3 طب شرعي، 1 النيابة العامة. ده مش هندي، ده سواق تاكسي في دبي. ما اصل ما بيردش ليه يعمل فيها هندي يعني؟ ايوه ما هو هندي. هيستهبل يعني، هيستعبط يعني الشغل. Can you call Mr. راج كومار please؟ الله. طب ما انت بتعرف تتكلم هندي اهو. ممكن تتكتب خالص. आइए बैठिए। طب اتفضلوا يا جماعه، يلا اتفضلوا. क्या पीना पसंद करेंगे आप लोग؟ تدفعوا ايه يا استاذ؟ تدفعوا؟ فيما معناه. انا ممكن اخد تمر بلدي. نقعد في القهوه نطلب تمر هندي، هتيجي عند الهنود تطلب تمر بلدي. عشان بنطلبه في مصر يا دكتور، انما احنا دلوقتي وسط هنود فلازم نقول لهم تمر بلدي، لكن مش نقول لهم تمر هندي يعني. زي مثلا لما تروح تركيا، لكن مش تقول لهم عايز قهوه تركي، تقول لهم عايز قهوه. 4 تمر بلدي. شهر اوبليجاجوس. شهر. في ايه واحد الله كده، مالك كفران ليه؟ بقى لي 4 شهور ما قبضتش، 4 شهور وعايزين يدوني بقبضي كله كمون وفلفل اسمر. हमारे यहाँ एक चोरी हो गई है और इससे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। بيقول انه اتحط عليه وانه اتقلب، والموضوع ده يعني حاسس في نفسيته طرش. طرش؟ هو قال طرش؟ ما هي اللي قالها في الاخر دي يعني طرش في الهند. وبعدين يا جماعه والنبي انا بترجم ترجمه المعنى مش بترجم حرف، ولا عايزين اقول انه يريد كوبا من الشاي. انا مش انيس عبيد. طيب دلوقتي احنا محتاجين نسأل شوية أسئلة عشان نحاول نحل الموضوع ده في أسرع وقت ممكن. بوتشنا شهته. हाँ पूछिए और क्या पूछना है। اتنيلوا اسالوا. اتنيلوا؟ ما قلنا فيما معناه. طيب ممكن أعرف إيه هو اللي اتسرق بالظبط؟ كيات شوري هو مدير زي شقيق عندنا كده. طب ما الهندي سهل اهو يا جماعه. हमारी प्यारी गाय माया चोरी हो गई। مايا اتسرقت.
مايا دي بنته؟ لا مايا البقر. بقرة ولا هي مايا بنته لما بتزعله بيشتمها يقول لها يا بقرة؟ لا هي بقرة. احنا طب شرعي مش طب بيطري يا اساتذه. استنى عربي بس لما نسمع. والبقرة دي كانت فين؟ يعني عايشة في الجنينة هنا؟ وكان ليها أوضة وحمام وكان ليها كل حاجة. البقرة ليها أوضة وحمام؟ اه. لحد دلوقتي ماليش أوضة يا دكتور. اخرس يا عربي والا هطلعك بره. اتفضل كمل. طب يا رجالة بدون الخوض في تفاصيل، اللي اتسرقت بقرة وده راجل هندي، بقرة وراجل هندي، يعني البقرة دي ليها مكانة خاصة جدا جدا عند مستر راج كومار. مكانة خاصة ازاي يعني؟ يمكن لبنها كتير؟ لبنها ما بيشربوش. أكيد بقى لحمها هو اللي كتير. لحمها ما بياكلوهوش. يعني يكون مثلا يعني بيعض. فاهمك الموضوع ده بعدين. والبيت ده فيه كاميرات يا وانت اسمك ايه؟ المصري ولا الهندي؟ اسمك ايه؟ أيمن، في الاتنين. البيت ده فيه كاميرات يا ايمن؟ في كاميرات في الفيلا وكاميرات في الشارع وكاميرات في الجنينة، كاميرات في كل حتة، بس للأسف الجاني ما ظهرش في أي فيديوهات. طب ممكن نبص على الجنينه؟ نبص؟ في إيه مالك؟ ما خدتهاش نبص دي. هو أنت خريج إيه؟ آداب هندي. طب خدت ننظر؟ ننظر. ننظر إلى الجنينة؟ ننظر إلى كده. كيف باجيتش كنت اكساكت يا مدير؟ हाँ बिल्कुल आइए आइए بالكل. يلا يا جماعة على بركة الله. دكتور كده كام في الجزم دي؟ 46 شيكت على جزم كل اللي موجودين في البيت. حصل، بس مفيش ولا أثر جزمة من اللي موجودين شبه أثر الجزمة دي. بس في حاجة، ايه؟ الجناني والسواق مش موجودين. مش هنا هي بطال، مش هنا هي بطال. ومين بقى كان بيخش البيت هنا؟ سفراء ودبلوماسيين وتجار مانجا هندي. اكيد مش هم دول عارفين مكان الكاميرات. امال مين كان بيخش الأوضة دي؟ इस कमरे में कौन आता है मुदीर? इस कमरे में मेरे सिवाय काम वाली माई आती है और कोई नहीं كان بيتزفت هو والشغالة بتاعته. زفت فيما معناه فيما معناه. مش الشغالة. مفيش ست مقاس رجليها 46. لا خالتي أنا كانت مقاس رجلها 46. أيوه هي دي. اتفضل يا دكتور. مش تركز شويه في شغلك ولا يا دكتور؟ انا عملت حاجة يا كريم بيه ما انا مركز. ده واضح ان انت مش مركز، عشان انا امبارح مراتي بتوريني فيديو وشويه شباب بيرقصوا. قول لك مين بقى متصدر المشهد؟ انت يا دكتور، يا محترم، يا مهذب. إيه ده؟ أنت؟ ده أنا امبارح كنت بكدب عيني، قلت مستحيل دكتور حمدي يعمل كده. أنت يا دكتور حمدي؟ أنت اللي كسرت كده وعملت دودة على الأرض؟ اما اللي رفضت ترقص في حنة بنت عم عادل. خلاص يا عربي بقى كريم بيه، ده كان ظرف حصل كده ومش هيتكرر تاني ان شاء الله. طيب خلونا دلوقتي في المهم. انا شاكك بنسبه كبيره ان السواق هو اللي سرق البقره. انت معاك الدليل صح؟ في الشنطة. طيب خليكم بس افكركم ان احنا هنا بصفه غير رسميه، يعني مش عايز اي حد يعمل اي حاجه من غير ما حد يقول. الحركه فوق بحساب، مفهوم؟ مفهوم. خش اعمل شغل مظبوط. في ايه؟ خش جوه انت والعيال. ده مين حضرتك عايز ايه؟ لا انت هنا تتسأله بس ما تسألش. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يا حازم استنى، ما تتكلمش عربي، استنى. سعيد، احنا معانا كريم بيه من النيابة العامة ومعانا امر بتفتيش الجزامة. انا ما عنديش جزامه حضرتك. انت هتستعبط يلا، امال صباع رجلك الصغير بيخبط في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هتودينا في ده؟ استنى بقى يا عربي. انا فاقد السيطرة على الراجل ده ومش ضامن هو ممكن يعمل فيك ايه، فاعترف بتشيل جزمك فين؟ يا باشا انا ما عنديش جزامه، ما عنديش الا اللي في رجلي. مقاسها كام؟ معرفش. طب نقدر انت لسه هتستأذن. يا عربي ماشي، هات رجلي. المقاس مش مكتوب. ده من جوه، اقلعه كده. يا لهوي يا لهوي.
سمك برجلك؟ مقاسها كام؟ مطموس من جوه من بره، تعال امسك رجله وارفع الماس. والمصحف ملمسه. ما تخلص يا عربي، احنا جايين نهزر، ما تشوف شغلك. انت ساكت على نفسك ليه؟ ايه ده؟ ارفع رجلك. دي مش رجل، دي عزيمة رنجة وفسيخ. عربي اخلص. كام؟ 43 تاني. 43؟ مش هو، ليه مش هو؟ عشان الفعل كانت جزمته مقاسها 46. طب ما ممكن يكون بيخرج ب 43 وبيسرق ب 46. انت بتقول ايه ايه؟ الهبل ده؟ هو اي هري. احنا اسفين يا سعيد، ده براءة. بس كده كده انت هيتقبض عليك بسبب ريحة رجلك. كان سوء تفاهم، معلش يا سعيد. ابعد ابعد. الشراب ده تلبسه. لو جيت لك مرة تانية لقيت ريحة رجلك زي ما هي، هيبقى ليها معاك تصرف تاني خالص. يلا 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 يلا. ايه دي؟ لازمة الجنايني. جبتها ازاي؟ تفتشت بيته من غير ما تقول لي؟ لا. جبتها ازاي؟ جبتها جبتها ازاي يا عربي انت؟ سرقتها من الجامعة وهو بيصلي. ايه ده؟ ايه الجملة القاسية دي؟ ايه ده؟ احنا بنعمل كده يا عربي؟ صحيح ضميري بقى، انا هرجعها. تعالى تعالى يا عربي، طالما جبتها خلاص ناخد مواصفاتها. طب بسرعة عشان زمانهم في التشهد. قول مواصفاتها. شوز جريباتا، تقفيل بلده، غالبا مصنوعة في بنها دي. مش قد ايه؟ دي من 20 ل 30 ألف كيلو، يعني اللعني مهري جامد. متهاني يعني. مقاس كام؟ قلت لي حاجة في موضوع معتز اللي قلت لك عليه ده؟ طبعا. عايزك تنسى الموضوع ده خالص وتشيله من دماغك. بجد يا عربي؟ لقيت لي فكرة مشيها بيها؟ لا انساه خالص، ملوش حل يعني. يعني ايه يا عربي؟ يعني انا هفضل لابس معتزة دي طول عمري؟ يعني هو ممكن يكون في حل، بس هيبقى مكلف شوية. مكلف قد ايه يعني؟ هاخد نص الشرط انت الجزائي. متخلف يا عربي. 300 جنيه واغديك طيب؟ يلا موافق. هتعمل ايه بقى؟ يعني خلاص بقى، سيب لي الموضوع ده واعتبره خلصان. طب كام الجزم؟ الجزم. مقاسها كام ها؟ 33 سم. 2 سم. ده كام النهارده في الجزم دول؟ 46 46 46. استنى. لا شيء. مطبق. الجنايني؟ الجناين. متأكد إن هو ده الجنايني؟ اه. إيه اللي مخليك متأكد كده؟ إيه اللي مخليك متأكد إن هو الجنايني؟ عشان شكله مقطوع من شجره. طب تستظرف يا عربي، ده وقت استظراف يعني. ما لازم استظرف، ما انا شايفه بعيني هو داخل الجامع يصلي. ايه السؤال ده اصلا يا دكتور؟ ايه ده بيتحرك؟ خايف من تعالى شوف الباشا. طاقة خير انتوا مين؟ طاقة. انت هتسال او انت فاجر؟ انت تنفذ وبس. حاضر. كده معاه بطاقة. خلاص مش عايزين بطاقه، احنا عايزين الرخص. رخص يا باشا، انا ماشي على رجلي. انت هترد؟ رخص ازاي؟ ما هو ماشي. هو انت كمان بترد؟ انت اتجننت يا عربي. الله. انت معكش عربيه؟ لا. احنا معانا عربيه، اتفضل. هتاخدوني تودوني على فين طيب؟ ايه ده بص بقى. لا 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 يا باشا، بلاش يا باشا، أهو. بلاش يا باشا، أهو. بلاش يا باشا، خلاص. يلا ما تضايقش الباشا.
يا عم جنان، قول لي بقى البقرة فين؟ البقرة علم حضرتك ما تستعبطش. انت عارف كويس قوي ان المكان اللي كانت متشالة فيه البقرة ممنوع حد يقرب منه غير الشغالة والراجل الهندي. احنا بقى لقينا آثار جزمتك هناك. ما هو طبيعي تلاقي اثار رجل، مش انا الجنايني، بس مش جنب الجاموسه، مش جنب الجاموسه. بقرة. كلهم حيوانات، مش قضيتنا دي يا دكتور. طب بص اعترف، قول لنا مكان البقرة فين واحنا هنسيبك تمشي وكأن ما حصلش أي حاجة. اعترف بيها بيه، وهسرق بقرة اعمل بيها ايه؟ بكاته، كباب حله، فتة موزه. مش كبابجي هو يا عرب، هو أذكى من كده بكتير. هو سرق البقرة عشان يطلب فدية. فدية ايه يا بيه؟ دي بقرة زي كل البقر. لا، انت عارف كويس قوي قيمتها عند الراجل. انا ما سرقتهاش يا بيه. طب واضح كده يا عم الجنايني ان الذوق مش جايب نتيجه معاك. ايه يا عربي؟ بعد اذنك يا دكتور، هتضطر تخليني الجا لطرق تقلق عليه. انا شخصيا ما كنتش اتمنى الجا لها. خلاص يا عربي. تزعلش بقى من اللي جاي، خلاص يا عربي. عشان اللي جاي سواد. مش لازم يشوف سرتك. نقول العده. عدة ايه؟ العده يا دكتور، العده يا باشا، العده. انا ما سمعتش حاجه يا بيه. هي دي دول؟ قول لي يا عم الجنايني، حابب نبدا بايه؟ نزعوا الاظافر ام خلعوا الضروس؟ انا ما عملتش حاجه يا بيه. مش عايز تعترف؟ كده ما قداميش غير حل واحد، خسق العينين. نقول الخزاق كحله. ايه يا عربي؟ ايه طب بتقول حاجه تتصدق؟ ايوه صح. نقول الخزاق البني. انا مشكلتي في البن، مفيش حاجه اسمها الخزاقه بني. انت لازم تعرضني يا دكتور، ما تسيرني. الراجل مش بيعترض ولا فاهم حاجه، ناولني اي حاجه يا دكتور. ايه الخزاقه دي؟ مفيش غير الخزاقه الفضي. الفضي دي خزاقه مؤذيه جدا. تمام يا عم الجنايني، دقيقه بالظبط تثبت هخزق عينيك، تاخدها في كيس وتروح بيها. لا عربي لا مش كده يا عربي، لا. هقول لكم البقره فين، هقول لكم البقره فين. بقول لك ايه، لو حاولت تعمل حركه كده ولا كده انا مش هحلك، وانت خلاص بقيت عارف شخصيتي، كثير الفعل كثير الكلام. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا. فهمت عليه كويس؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. المعلم هنا موجود؟ موجود يا ريس. طب اندهولنا والنبي. عناية. تسلم. معلم منعي، معلم منعي، مين ولا؟ ناس عايزينك يا معلم. دي اقرب واحده بس مش هي. طب ايه طيب؟ عمر يا باشا. معلم منع. السلام عليكم. عامل ايه الاخبار؟ احنا من طرف حسان الجنايني. واموره. كان كلمك قال لك ان في 2 اشتروا البقره وجايين يستلموها. حصل. طيب هي فين؟ لان كل دول مش شبه الصوره اللي معايا خالص. لا ما مش موجوده في دول. طب هي فين عشان عايزين نحملها على النص نقل؟ احملها لك. الله يخليك. تعالوا. فيها ظرف محترم والله. هديك تعالى. تعالى يا باشا. هي دي. هي دي. هي دي بقرة حسان الجنايني؟ هي بديلها، لا ناقصه زبده ولا ناقصه فرده. ذبحتها. ليه يا معلم؟ ليه يا معلم؟ ده قال لنا ان هو سلمها لك تعلفها وترجعها تاني. ده انا عملت معاه واجب. ده جالها دور جنون البقر، قلت الحقها بالسكينه بدل ما تفطس. انا مؤاخذه لو انتوا عايزين مكان اللحمه فلوس موجوده. سيبها تتجنن، سيبها تتجنن. عربي الهنود هيزعلوا جدا يا عربي في الموضوع ده، واحتمال تقلب بأزمة دبلوماسية. انا مش هواجه هند في معركه، انا بقولها لك من الاول اهو. عربي ما توترنيش، احنا ان شاء الله ننتصر على اي حد. هننتصر بس هيتعبونا يا دكتور. اللي هيتعبونا يا عربي، ده الهندي من دول عايز له ولا 6 طلقات عشان يبدا يصدع بس. اصلا الواحد من الهند باتنين من اي دوله، حتى هتلاقيها باينه في اساميهم، اميتاب باتشان، شاروخان، اتنينات يا دكتور، اتنينات. هتكلم كريم بيه اقول له ان احنا فشلنا. لا الصبر، هتكلمنا كمان كريم بيه، هو احنا ناقصين؟ اكيد في حل. حل ايه؟ البقره الهند متعلقه برجليها. يا دكتور اديني سعفك معلش.
عربي कहाँ पहुंचे आप लोग ايه؟ بيقول الكلام عليا يا رجاله والنبي انجزوني. بلغوا ان احنا لقينا البقرة بفضل الله، واكد على بفضل الله دي عشان يتعظ. لقوا البقره بفضل في جاي لي اي مدير. अच्छा कहाँ मेरी गाय कहाँ है بيقول ايه؟ بيقول يعني فين هي يا جماعه البقره، انجزوني عشان انا زهقت من امي دي لغه. حاضر. عربي تعالى يا مايا، تعالى يا ماما، ما تخافيش، بيتك ومطرحك اهي. مايا اهي. कहाँ थी तुम अरे माया इतने दिन कहाँ थी तुम कहाँ गुम हो गई मेरे से तुम अरे 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 ओ हो استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. رجعنا الايام، حاربنا عشان نخلص منها. حسبي الله ونعم الوكيل. मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा इनाम दूंगा بيقول ايه؟ بيقول هيروق عليك وهيعمل معاكوا الصح، هتقفشوا. لا قول له شكرا، احنا ما بنقبلش الحاجات دي. اتكلم عن نفسك يا دكتور يا باشا، قول له ان انا بقبل هدايا وبقبل اي حاجه، قول له يا باشا. عربي عربي بلاش بجاحة، ادعي ربنا يخرجنا من الموقف ده على خير. يلا عربي. अरे रुको तुम लोग कहाँ जा रहे हो ये गाय नहीं है बैल है استنى يا باشا. بيقول البقره دي دكر وبقرته كانت نتايه. والله मेरी गाय कहाँ है فين البقره لا يقلع ملط؟ هو قال ملط؟ يعني فيما معناه مشي معايا اليوم، احنا كنا خلصنا وقربنا نروح. فين البقره بتاعت الراجل؟ طب جرب البقره اللي معانا، لو فيها تقصير نتكلم. اصل يعني في النهايه كلهم بقر. قول له في النهايه كلهم بقى. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ فين البقره بتاعت الراجل؟ मेरी गाय कहाँ है انتوا لو ما جبتوش البقره مش هتروحوا بيوتكم. طب اهدوا اهدوا اهدوا. انا كده كده كنت عامل حسابي بنسبة 99% ان احنا هنتقفش يا عربي. هو عايز بقرته؟ ايوه. حاضر. मेरी गाय को मार दिया ان شاء الله مش هي، مش هي. هي البقرة بتاعته. ايه ده؟ فين باقي البقرة يا عم؟ انا طلعت لامي وقرايبنا وشويه ناس غلابه كده. انا قلت يعني حضرتك يبقى في حسنه وحيده في حياتك على الاقل يعني. يا عربي حد يعمل كده؟ احترم شغلك شوية، احترم شغلك. هو ده احنا برضه تسهيلا ليك يعني احنا قسمنا لك اللحمه في اطباق، شويه للبيت عندك وشويه توزيع. يعني ده برجر برجر بفتيك 100 مساله، 100 عقبه. तुम लोगों ने मेरी गाय को मार दिया जालिमों तुम लोगों ने मेरी गाय को मार दिया بس انا اسف يعني، مع احترامي لكل اللحوم، ده الحواوشي ده ألذ حاجه انا دقتها يا فندم، يعني انصح حضرتك بيه انت والحرس غدا النهارده. ما تترجمش. ترجمتها خلاص. जालिमों तुम लोगों ने मेरी गाय को मार दिया انا لو منكم اخلع دلوقتي. هو اللي بيقول؟ لا انا اللي بقول. اجري يا عربي. هو اللي بيقول؟ انا اللي بقول. पकड़ो इनको